السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال جريد 6. أهلا وسهلا بيكم. رجعنا لكم على ليسون 4. العنوان بتاعه Analyzing Least Common Multiples، اللي هي الحاجات الخفيفة اللي أنت خدتها في سنة 5. إزاي نعمل بلس وماينس للفراكشنز لما يكون same denominator ولما يكون unlike denominator. نبدأ بالحاجات اللي هي like. لما أقول 3/5 plus 1/5، هنا 5 وهنا 5 يبقى هنعمل شرطة ونثبت ال 5. أو ممكن تقول هنا شرطة وهنا شرطة، ثبت شرطة. هنا 5 وهنا 5، ثبت 5. ونعمل الأرقام اللي فوق على حسب الحاجة اللي موجودة. بلس يبقى هنجمع، ماينس يبقى هننقص من بعض. 3 plus 1 equals 4. سهلة يا مستر أهي لما يكون التو نمبرز في الدينومينيتورز لايك. مسألة كمان بس جايب لي 3 فراكشنز، وحظك ان كل الدينومينيتورز لايك، يبقى هنعمل شرطة 9 و9 و9 هنثبت ال 9. هنعمل 1 plus 4 5 plus 2 7 يبقى 7 ناينثز. مسألة ماينس برضو جايبها لي في اللايك دينومينيتورز، هنعمل شرطة هنثبت 17 تمام. ونعمل 8 minus 2، 8 minus 2 يدينا كام؟ 6. يبقى الناتج بتاعي يكون 6/16 او over 17. ابدأ بقى يا مستر اعمل لي مسائل فيها unlike denominator، الحاجات اللي بتكون الدينومينيتورز مش متشابهة. ازاي نخليها متشابهة؟ تعالى مع بعض بطريقة سهلة خالص اهي. بيقول لي هنا 3 وهنا 4. مين الصغير؟ الصغير 3. طبعا مش متشابهين اهو خالص. مين الصغير؟ الصغير 3. قول لي ال 3 يا 3 توافقي تتعملي باي نمبر تطلعي 4؟ مستر 1 باي 3 يا ولد، ده كلام برضو حد عاقل؟ 1 باي 3 ايكوال 4؟ لا يا مستر ما ينفعش. يبقى ما فيش نمبر اقدر اعمله باي 3 اخليه يبقى 4. يبقى نعمل ايه ساعتها يا مستر؟ الموضوع سهل خالص. اذا كان الصغير ما يقدرش يروح للكبير يبقى نعمل ايه؟ هنعمل شرطة بلس شرطة ونعمل باي. 3 باي 4 12 مرتين، 3 باي 4 12 مرتين. وبعدين يا مستر هات المقص بتاعك. ايه هو المقص ده؟ هناخد ال4 تروح لل1 نعمل لها باي. 4 باي 1 يعني كام؟ ايكوال 4. طب نكتبها فين؟ عند راس السهم. انت خدت ال4 ورحت بقى كده، راس السهم وقفت فين؟ فوق ال3، يبقى نكتب الباي فوق ال3. طب يا مستر ال3 هتاخد نفسها وتروح عند مين؟ عند ال1 التاني. 3 باي 1 كام؟ 3، يبقى نكتبها عند اخر حاجه وصلنا لها فوق مين؟ فوق ال4، يبقى نكتب هنا 3. اتظبطت المساله معايا، بقت هنا 12 وهنا 12، يبقى هنثبت ال 12 ونعمل 4 بلس 3 ايكوالز كام يا ابطال؟ 7. يبقى دي اول فكره في الدرس، لما يكون التو دينومينيتورز بتاعك مش لايك وفي نفس الوقت الصغير فيهم ما يقدرش يروح للكبير. تمام؟ الحاجة التانية لما يكون الدينومينيتورز بتاعتك ما هياش لايك، بس يا مستر ال9 تقدر تروح لل18. ال9 صغيرة وموافقة ان هي تروح لل18. هتروح لل18 ازاي يا مستر؟ دي هتروح لل18 يا مستر باي 2. ايه اللي نعمله باي 9 يطلع ل 18؟ 2. يبقى هنعمل ايه بقى؟ هنيجي عند الفراكشن بتاع ال9 ونعمل باي ونعمل باي ونعمل 2 ونعمل 2. طيب الفراكشن بتاع ال 18؟ لا يا مستر سيبه زي ما هو، ده الكبير بتاعنا محدش يقدر يلمسه. هنعمل شرطة وشرطة وفي النص ماينس ولا بلس على حسب العلامة اللي موجودة، ماينس. وهنكتب ال 18 مرتين. طب يا مستر ال 18 دي عارفينها جت منين؟ طب ال 18 دي جت منين؟ لما عملنا 9 باي 2. يلا 5 باي 2 ايكوالز كام؟ 10 وال1 زي ما هو. يبقى الفراكشن الاولاني بس هو اللي حصل له تشينج عشان هو اللي وافق يطلع معايا يروح للكبير. الاجابه هتكون 18. هنثبت ال 18. 10 ماينس 1 هتكون الريزلت بتاعي بكام؟ ب 9. حاجه بس صغيره هنا في المساله دي ما جاتش فكرتها في المساله الاولى. ايه بقى يا مستر الموضوع؟ يا ريت ال9 وال18 لو حضرتك تسالهم كده هما الاثنين اقدر اجيبهم من نفس التيبل. ال9 وال18 اوعى تقول لي تيبل 2 لا ازعل. اوعى تيبل 2 يجيب لي ال18 عشان 9 باي 2، لكن تيبل 2 ما يقدرش يجيب لي ال9. مفيش حاجه اعملها باي 2 تدينا 9.
الديفيزابيلتي بقى اللي هو اول درس. ال9 ده اود ما هواش ايفن، عشان كده ما ينفعش يتقسم على 2. علشان كده خلي بالك ال9 وال18 هما الاثنين اقدر اجيبهم من تيبل 3. بس كده يا مستر؟ تيبل 3 عندي تيبل احلى منهم الاثنين، تيبل 9. تيبل ايه؟ 9. مين التيبل الكبير اللي هو ال سي ام بقى بتاع ال9 وال18؟ تيبل 9. يبقى هنعمل ديفايدد، هنعمل 9. حضرتك يا مستر بتعمل كده ليه؟ عشان نحط الفراكشن بتاعي في السمبلست فورم. طب ما طلبش مني، انا خايف من حاجه، انا خايف لا تكون المساله في اللي تشوز وما فيهاش الريزلت 9 اوفر 18. يبقى انت زي الشاطر كده لازم تعمل سمبليفاي لوحدك. 9 ديفايدد 9 هتكون كام؟ 1. 18 ديفايدد 9 هتكون كام؟ 2. يبقى الريزلت النهائي خالص هيكون ايه؟ هاف. يبقى الفكره اللي في المساله دي ايه؟ بعد ما خلصت خالص لقيت اللي فوق واللي تحت هما الاثنين لو عملتهم ديفيزبل باي 9 هيقبلوا، هنطلع الريزلت بتاع ده ونطلع الريزلت بتاع ده يديني في النهايه هاف. ايه المساله اللي عليها الدور؟ ودي لا هي تنفع الصغير يروح للكبير، ولا في نفس الوقت ال6 وال18 هما الاثنين اقدر اجيبهم من نفس التيبل. دي بقى مشكله جديده. تاني، المساله الاولى ال3 الصغيره مش قادره تروح لل4، وفي نفس الوقت مفيش ما بينهم كومن فاكتور، مفيش ما بين ال3 وال4، ما اقدرش اجيب ال3 وال4 من نفس التيبل. شكرا، يبقى هنستعمل طريقه المقص. الفكره الثانيه، الصغير يقدر يروح للكبير، ودي سهله جدا بقى. لو لقيت الصغير يقدر يروح للكبير اساله تقدر تروح للكبير ازاي؟ باي 3 مثلا، يبقى هعمل باي 3 باي 3، باي 2 يبقى باي 2 باي 2، يبقى في فراكشن واحد بس اللي هيحصل له تشينج. لكن لما تلاقي مساله زي دي ال6 الصغيره مش قادره تروح لل8، مفيش حاجه اعملها باي 6 تدينا 8، بس في مشكله ثانيه، ال6 وال8 هما الاثنين في تيبل 2، يبقوا مشتركين في تيبل ايه؟ 2. ساعتها عشان اجيب ال سي ام بتاعهم يا ريت حضرتك تيجي على جنب كده في جنب الكراسه وتكتب ال6 في سطر وتكتب ال8 في سطر. يلا يا حبيبي، ال6 كتر 6 يبقى 12، زود 6 يبقى 18، زود يبقى 24. انت بتعمل ايه يا مستر؟ المالتيبلز، وبعد كده 30 وبعد كده 36 وهكذا. تمام يا مستر؟ حلو قوي. بالنسبه لل8 هنكتر 8 طول الوقت، 8 بلس 8 16، 16 بلس 8 برافو 24. اقف ما تكملش. ليه ما نكملش؟ واضح جدا ان السطر الاول بتاع ال6 والسطر الثاني بتاع ال8 قابلوا بعض فين؟ عند ال24. يبقى ايه هو اول نمبر او اول مالتيبل هيتقابلوا فيه هما الاثنين؟ هيتقابلوا في ال24. انا بعمل كده ليه؟ عشان لو في ناس مش حافظه التيبل هتقدر تستعين بالطريقه دي، وهتقدر توصل من ال6 لل24، وهتقدر توصل من ال8 لل24. لكن لو انت حافظ التيبل حضرتك تيجي على جنب كده وتعمل ال سي ام اللي احنا خدناه في الدرس اللي فات. تعالى يا مستر بقى نعمل تشينج. انا عندي كام فراكشن؟ عندي 2 فراكشنز، يبقى هنعمل خط وخط وفي النص ماينس. تمام. بالنسبه حضرتك لل6، هي 6 وال8 قابلوا بعض فين؟ عند ال24، يبقى هنكرر ال24 مرتين. كررنا ال24 في الدينومينيتور مرتين. طيب حضرتك ال6 وصلت لل24 في المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ وصلت في المرحله الرابعه اللي هي باي 4. يبقى هنيجي عند الفراكشن بتاع ال6 ونعمل باي ونعمل باي ونعمل 4 ونعمل 4. طب ال8 وصلت لل24 في انهي مرحله؟ الاولى؟ لا. الثانيه؟ لا. الثالثه؟ يبقى هنعمل في الفراكشن بتاع ال8 باي وباي و3 و3. يلا نعمل تشينج. 5 باي 4 20، 5 باي 3 15. الله على الجمال. المساله بقت سهله خالص اهي. هنعمل شرطه واحده ونثبت ال24 ونعمل النمبرز اللي من فوق ماينس 20 ماينس 15. الريزلت هيكون كام؟ هيكون 5. 20 ماينس 15 5، وده هيكون الفاينل ريزلت بتاعي، وما فيهوش سمبلست فورم لان ال5 وال24 ما اقدرش اجيبهم هما الاثنين من نفس التيبل. ماشي يا مستر. اتعلمنا خلاص الطرق الثلاثه
لما يكون الدينومينيتورز مش قابله تروح لبعضيها وفي نفس الوقت مفيش حاجه مشتركه ما بينهم، يبقى على طول هنعمل المقص بتاعنا، هنعمل الرقم بتاع الدينومينيتور الاولاني ورقم الدينومينيتور الثاني اعملهم باي الاول واكررهم مرتين واعمل بعد كده مقص. مستر طب لو في تو نمبرز واحد فيهم صغير والتاني كبير والصغير يقدر يروح للكبير، هشوف الصغير يقدر يروح للكبير امتى؟ باي كام يا مستر؟ باي كذا. يبقى هنعمل باي كذا ده فوق وتحت. الحاجه الثالثه بقى لما يكون التو نمبرز مش قابلين يروحوا لبعض، ال6 صغيره وال8 كبيره بس مش قابله تروح لها، مفيش حاجه هنعملها باي 6 تدينا 8. ساعتها بقى هنشوف الحاجه الثانيه او السؤال المهم، هل ال6 وال8 موجودين في نفس التيبل؟ تيبل 2، يبقى لازم نفرد بقى سطرين حلوين كده وناخد ال6 نعملها مالتيبلز وناخد ال8 نعملها مالتيبلز. اول نمبر هيتقابلوا عنده هيبقى ده ال سي ام بتاعي اللي هنشتغل عليه. ميكسد نمبر بقول لي ايه؟ هات الريزلت للميكسد نمبرز. في حاجه صغيره، اهم حاجه ركز على الدينومينيتور بتاعتك اللي هو ال9 وال6. ال9 وال6 هل هم الاثنين متشابهين؟ واضح جدا مش متشابهين. طب هل ال6 الصغيره تقدر تروح لل9 الكبيره؟ ابدا. طب هل ال6 وال9 اقدر اجيبهم من نفس التيبل؟ اقدر اجيبهم من تيبل 3. يبقى حضرتك هتضطر تعمل سطرين عشان ما تقعدش بقى تجيب لي ال سي ام واعمله يا مستر بالفين دايجرام ولا اعمله بالعمارتين اللي فوق بعضيهم، ابدا، عشان ما تلخبطش الدنيا. تعالى على جنب كده وخد ال6 وخد ال9 وكبر. خد ال9 في سطر وخد ال6 في سطر. 9 بلس 9 18 بلس 9 27 بلس 9 36. 6 بلس 6 12 بلس 6 18 بلس 6 24. مستر ما تكملش. ليه ما نكملش؟ عشان خلاص اتقابلوا. انا ملاحظ ان هم ايه؟ اتقابلوا فين؟ في تيبل او عند ال 18. يبقى هنفرد شرطتين كده، شرطه اهي وشرطه اهي وفي النص ماينس. ولو سمحت حافظ على الهول نمبر، ال9 اللي في الجنب زي ما هي وال4 اللي في الجنب زي ما هي. هنحط كام في الدينومينيتورز؟ الرقم اللي هم اتقابلوا فيه، الرقم المشترك مرتين اللي هو مين؟ ال 18. يبقى 18 هنا و18 هنا. جميله المساله. فاضل بقى نعمل الشنج للنيميريتور اللي هو اللي فوق. ال9 يا مستر قابلت ال18 في انهي مرحله؟ في المرحله الثانيه. يبقى نعمل باي نعمل باي نعمل 2 نعمل 2. 4 باي 2 8. تكتب لي هنا حضرتك ال8. فاضل ال6 هنعمل الشنج للنيميريتور بتاعها. هي 6 راحت لل18 في انهي مرحله؟ اولى ثانيه ثالثه في السرد. يبقى نعمل باي نعمل باي نعمل 3 نعمل 3. 1 باي 3 3. مسألة حلوة قوي بس عايزين نتأكد من حاجة عشان دي ماينس. الأرقام اللي فوق 9 أو 8 ماينس 3 تنفع ولا ما تنفعش؟ ينفع أنقص 3 من ال8 ولا ما ينفعش؟ يا مستر عشان ال8 كبيرة. يبقى على طول هنشتغل على فراكشن واحد بس. هنثبت ال18. ثبتنا ال18 وهنعمل اللي فوق ماينس 8 ماينس ال3 اللي بنقول عليها 8 ماينس 3 ب 5. وكمان اللي في الجنب اللي هو الهول نمبر 9 ماينس ال4 هيكون عندي بكام؟ ب 5. وده يكون السمبلست فورم بتاعي. مسألة تاني جايب لي ميكسد نمبر وميكسد نمبر، جايب لي 2 وجايب لي 5. هل الصغير 2 يقدر يروح لل5؟ مفيش حاجة نعملها باي 2 تدينا 5. طيب في مشترك ما بينهم يا مستر؟ مفيش مشترك بين ال2 وال5 إلا ال1. وطالما ال1 مشترك ما بينهم اكيد مشترك بين كل النمبرز، طبعا احنا عارفين الكلام ده. يبقى مفيش داعي ان احنا نعمل ايه؟ الرقمين نعمل لهم مالتيبلز زي كده. امال هنعمل ايه يا مستر؟ طريقه المقص. ادي الشرطه الاولى وادي الشرطه الثانيه وادي الماينس، ولو سمحت ما تنساش الهول. هنا 4 هنا 3. احنا اتفقنا هنعمل مين؟ ال5 وال2 نعملهم باي يبقى يدينا 10. اكررها مرتين. وبعد كده المقص بتاعك الجميل، ال5 هتروح عند مين؟ هتروح لل1. 5 باي 1 ايكوال 5. احطها فين؟ في الفراكشن الاولاني اهو. الثاني 2 باي مين؟ باي 4 تبقى بكام؟ ب 8. احطها في الفراكشن الثاني عشان احنا راس السهم الثاني يبقى نحط ال8 عنده. قبل ما نعمل الانسر خد بالك دي مساله ماينس، يبقى لازم تتاكد ان الرقم اللي فوق ده اكبر من الرقم اللي فوق. طب ما فيش يا مستر، يبقى نعمل ايه؟ الرقم ده صغير، ازاي انقص منه 8؟ نتصرف ازاي ساعتها؟ خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت، برضه هفكرك بيه. لما تلاقي ميكسد نمبر زي كده اعمل له حاجه اسمها ريجروبنج
عشان نكبر الرقم اللي فوق شويه نعمل له جروبنج ازاي يا مستر؟ اول حاجه الشرطه شرطه وال10 زي ما هي 10 وبعدين نقص من ده 1 هيفيض فيه كام؟ 3. حط 3 على جنب. ال1 اللي احنا اخدناه ده نقصناه من ال4 قيمته بكام؟ يا اما ب 5 اوفر 5 يا اما ب 10 اوفر 10. بس انا عندي الدينومينيتور 10 يبقى ال10 او ال1 اللي احنا اخترناه ده الفاليو بتاعه هيبقى ب 10 اوفر 10. هنا 5 اوفر 10 و10 اوفر 10 يبقى 15 اوفر 10. طب يا مستر مفيش طريقه اسهل؟ بسيطه. حضرتك شطبت على ال4 خليتها 3 كتبتها، ثبتت ال10 ثبتناها. خد الرقمين دول وعينهم بلس، الاثنين دول كده اهو اعملهم ايه؟ بلس. 5 بلس 10 كام؟ 15. ادي الريجروبنج بتاع المساله. الماينس زي ما هي ماينس، ال3 زي ما هي 3، ال8 زي ما هي 8 وال10 زي ما هي 10. يلا يا ابطال الشرطه زي ما هي، ثبت 10، اعمل 15 ماينس ال8 افتر 8 9 10 11 12 13 14 15 يبقى احنا محتاجين 7. ادخل على الرقمين اللي على جنب، هنا 3 ماينس وهنا 3 يبقى الريزلت 0 ما بتكتبش. 7 اوفر ايه؟ 10. يلا يا ابطال تشوز. جايب لي 2 نمبرز فراكشن وفراكشن وفي بلس، بس للاسف الدينومينيتور ما هياش لايك. ال2 صغيره وال3 كبيره وال2 ما تقدرش تروح لل3 يبقى على طول هنعمل السيزر. خط بلس ونعمل خط. 2 باي 3 6، هنا 6 وهنا 6. ال3 هتروح على اليمين عند ال1 نعمل لها باي تدينا 3 نحطها فين؟ على الفراكشن الاولاني لان راس السهم ده راح عند الفراكشن الاولاني. 2 هتروح لمين؟ لل1. 2 باي 1 2. بقت جميله المساله. هنا 6 مرتين هنعمل شرطه ونسيب ال 6 زي ما هي. 3 باي 2 يدينا كام؟ 5. الريزلت بتاعي 5 اوفر 6. نتاكد قبل ما نعمل تشوز، نتاكد ان ال 5 وال 6 ما هماش موجودين في نفس التيبل، مفيش حاجه مشتركه ما بينهم، ما اقدرش اجيبهم من نفس التيبل هما الاثنين. يبقى الريزلت بتاعي 5 اوفر 6 ودي موجوده في لتر دي. عايزك برضه يا حبيبي توقف الفيديو تحل المساله لوحدك عشان تقدر تفهمها كويس. لازم ما تحفظش الماس ابدا. المستر بيتسمع، الماس ما بيتسمعش يا مستر. الماس بيتسمع ويتشاف ويتحل بالايد. 3 حاجات تشتغلوا مع بعض، عينك وتركيزك وايدك شغاله علشان ما تفهم. انا مش عايزك تحفظ افرض الامثله دي ما جاتش في الامتحان، جت غيرها يبقى انا مستعد ليها. مساله ثاني بيقول لي 3 فورسز ماينس 5 ايتسز. الدينومينيتورز ما هياش لايك، يبقى هنعمل شرطه ماينس شرطه. الفور صغيره والايت كبيره واقدر اخلي الفور تروح للايت. حلوه المساله دي. يبقى هنعمل كام باي 4 عشان يدينا الايت؟ هنعمل 2. يبقى نعمل باي ونعمل باي ونعمل 2 ونعمل 2. يلا يا بطل 3 باي 2 يعني كام؟ 6. 4 باي 2 8. ال5 زي ما هي وال8 زي ما هي ايكوالز شرطه واحده بس، ثبت ال8 الجميله. 5 او 6 ماينس 5 يدينا 1. يبقى الريزلت بتاعتك كام؟ 1 اوفر 8. تشوز جاب لي ميكسد نمبر وفي نفس الوقت الدينومينيتورز متشابهه، يبقى نعمل شرطه واحده بس ونثبت الفور على طول، مفيش بقى كوم مالتيبلز ولا حاجات من كده. اعمل بلس يلا للي فوق، 1 بلس 3 تدينا 4. اعمل بلس للهول اللي على جنب، هنا 2 بلس ال1، 2 بلس ال1 يدينا كام؟ 3. انا مش لاقي التشويسز ده موجود عندي، انا عايز 3 و4 اوفر 4 بس. ممكن يا مستر نختار دي ونعملها كده اهو. 4 فورسز اللي هي كام هول؟ هول 1 هول، يبقى انا عندي 3 اللي هي على جنب بلس ال4 فورسز اللي هي ال1 هول. يبقى جبنا منين ال1 هول؟ من ال4 فورسز. طول ما الدينومينيتور والنيميريتور زي بعض يبقى الريزلت بتاعنا كام؟ 1. 3 بلس 1 يدينا كام؟ 4. ودي موجوده المره دي الحمد لله. مساله تاني جايب لي هول نمبر ماينس ميكسد نمبر. طب يا مستر هي لها طريقتين في الحل. اعيد لك طريقه سنه رابعه اللي هي الاسهل شويه عشان هتعودنا عليها. لما يكون عندي هول بعدها ماينس او هول بعديه بلس وفي فراكشن، فك الهول اشطب عليه كده ونقصه. نقص منه 1 يبقى كام؟ 9. اعمل شرطه. احنا نقصنا قد ايه؟ 1 هول. ال1 هول ده القيمه بتاعته يا اما 1 وانس يا اما 4 فورس.
مين المناسب؟ الفور فورس. علشان ايه يا مستر؟ علشان موجود عندي. ما نرجعش تاني نعمل كومن دينومينيتور. يبقى بسرعه احنا شطبنا على 9 نقصناها بقت ايه؟ بقى 10 نقصناها بقت 9. ال1 اللي احنا نقصناها من ال10 هنحوله الى 4 فورس او 1 وانس على حسب الدينومينيتور الموجود عندي. كمل شغلك. ماينس زي ما هي 3 1 فورس. الدينومينيتورز متشابهه بس في حاجه يا مستر دي ماينس. اتاكد قبل ما اعمل اي حاجه ان ال4 تقبل انقص منها 1 لان دي اكبر من دي، فدي مساله عاديه خالص. هنثبت ال4 هنعمل 4 ماينس 1 يدينا 3، هنعمل 9 ماينس 3 يدينا 6، يبقى 6 عند 3 فورسز. 6 عند 3 فورسز موجوده في الاختيار اللي هو رقم دي 6 عند 3 فورسز. تمام حبايبي الحلوين، بكده خلصنا الدرس. نلتقي ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك في حلقه لوحدها حل فيها الاكسرسايزز اللي موجوده على ليسون 4. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.